قبل ما نبدأ أي كلام صلي على النبي العدنان. النهارده جاي لك بفيلم دمار من أقوى أفلام الأكشن للنبي حمم بركانية من المتعة والإثارة الهندية التي لن تراها إلا عند العبد لله. والآن شد فرامل هنا عشان هيبتدي فيلمنا. بيبدأ الفيلم بالولد ده اللي بيقول مش هتعرف تاخده مني حق ولا باطل، عشان دلوقتي في 20,000 بيتدربوا، مش ناقصهم غير حاجة واحدة بس وهي السلاح. وأمن الحاج ده بيقول مفيش غير عصابة كارتر هي اللي بتستغل الشباب أمثال البهيمة ده عشان تعمل حرب أهلية في البلد. ومن الناحية التانية بيظهر مناص واحد من أفراد العصابة، والقائد بيكون كلمه وصاحبه بيقول في ايه، بيقول له القائد مترا هو اي نعم قائد ما عندوش اي رحمه، لكن بيخاف من واحد اسمه سايكو، عشان كده هرب ابنه بره. وبيظهر الولد العنتيل البطل التخين سايكو بطل فيلمنا. هو بيقعد مع شويه طلاديش وبياخد بعضه وبيروح لجارته مانو عشان تقعد معاه هو وبنته غياتري، وبيقول له ان هو مبسوط عشان هيقدم في مدرسه خاصه لبنته، وانهم محتاجين خطاب توصيه ليها عشان يقبلوها. وبيظهر في كاس والمساعده بتاعته جاسمين. هو بيقعد مع قائد العصابه مترا وبيكون هو دراعه اليمين. هو بيقول له ان السلاح والبضاعه اللي رايحين للشباب قربت توصل مينا، لكن في 3 ضباط من الجمارك عرفوا مكانها. بيقول له ما تقلقش انا اتعامل مع كل حاجه. ومايكل الدراع الشمال لقائد العصابه بيكون ما عجبهوش، وفي كاس بيزعق فيه بيقول له ايه اللي حشرك بين البصله وشريتها لا. هو مترا بيمشي كلام في كاس. هو في كاس بيروح بيته هو وجاسمين وبيتكلم مع ال3 ضباط بتوع الجمارك بعد ما يكون قتلهم. وبيقول لهم انه هو بيحب جاسمين بس مش قادر يعترف لها. ومره واحده كده بتخش عليه جاسمين وفي واحد من الضباط ما ماتش فبيخلص عليه. وطليق مانو بيروح لها وبيقول لها ان هي لازم تتنازل عن حقها. فبتقول له انت ما شفتش اللي انت عملته فيه يلا. وسايكو بيكون واقف من بعيد وبيقول لها ايه ده البودي جارد بتاعك ده ولا ايه يا بيت؟ فبياخده جوه البيت وبيشوف الاسلحه جوه البيت فبينذهل، فبده له واحده خطه فيه على وشه وبياخد بعضه وبيمشي. وسايكو بيروح شغله بالموتوسيكل وبيكون عامل وينشي في المينا، وبيخش على مدير المينا اللي هو اصلا حماه وبياخد منه خطاب التوصيه عشان يدخل بنته المدرسه الخاصه. وبيجيب لبنته هديه كلب مش عارف ازاي، وجارته بتقول له ما لقيتش غير الكلب يا سايكو، وبنته بتقول له ان هو البطل بتاعها. وبياخدها يفسحها وبيطمنها عليه دايما وبيعمل لها رحله على سفينته. هو لما بتتعب بنته بتعالجه ونعمة التربيه بصراحه. وبتكون المدرسه عامله حفله والبنت بتكون فرحانه جدا وسايكو بيكون حاضر، واول ما بتشوفه بتجري عليه، لكن بتحصل حاجه غريبه الا وهي البنت بتقع من طولها وسايكو بيجري عليها. هو بياخدها على اقرب مستشفى والدكاتره بيشوفوها. هو جارته بتكون معاه. هو بيخش يشوف بنته وهو مروح بيفتكر كلام الدكتور ان بنته عندها ضمور في الحبل الشوكي ومحتاجه عمليه ب 17 كرور، يعني 17 مليون زي عندنا كده يا صاحبي. هو مانو بتقول له هتجيب الفلوس الكتيره دي منين يا سايكو؟ وبيطمن على بنته في الاوضه. ومن الناحيه التانيه في كاس بيروح لرئيس العصابه مترا. ومايكل بيكون غاضب على اخره عشان في كاس اخد كل شغله. وبياخد عربيته قبل ما يمشي بيقول له في كاس من انا وصغير وانا شغال عند ابوك مرمطون، لكن دلوقتي جاتني الفرصه هاخد كل شغلك. هو جاسمين بيجيها تليفون ان البضاعه اتمسكت من غفر السواحل، فبيزق مايكل عشان شمت فيه. والمفاجاه يا صاحبي ان المدير المينا اللي بيكون مسك السلاح والبضاعه بيكون حما سايكو. وسايكو بيشوف البضاعه في المينا وبيبلم، وحماه بيبلعها ويولع الدنيا على العصابه. وفي كاس بيكلم رئيس العصابه. هو بيقول له انت قاعد بتلغوص والبضاعه اتمسكت، احضر يلا عندي حالا. والدنيا متدربكه في المينا. سايكو بيروح يقول لحماه حنا مشكله ابنه. هو بيقول له هبقى اجي لها بالليل. اصحاب السلاح والبضاعه بيهددوه ان هم هيقتلوه لو السلاح ما وصلش الشباب زي ما هم كانوا متفقين. وجاسمين بتروح تتكلم مع مورسي مدير المينا وبتهدده، لكن بيطلع زي العبد لله وما يخافش غير من اللي خلقه. بيقول لها يمشي كل حاجه قانوني. ومتر قائد العصابه بيهزق في كاس وبيقول له غريالة من قدامي. وجاسمين بتقول له مورسي هتندم يا عم الخضر. هو بيتكلم في كاس وبيقول لها اتصرفي معاه هاتي كرش الولد ده. وبيكون ابوه هو بيكون فعلا رايحين يخلصوا عليه، لكن سايكو بيضرب رجالتهم. وفي كاس بيزعق مع جاسمين. هو سايكو بياخد حماه مع البنت التعبانه في البيت. في الوقت ده في كاس بيهجم على المينا ويخلص على كل افراد هو وعصابته، وبيمسك واحد من افراد الامن ويقتله ويقول لعصابته هاتوا كل العمال من بيتهم، انا مش ماشي من هنا غير لما اعرف استلاح البضاعه بتاعتي فين وراحوا فين. وجاسمين بتقول له ما تنفعلش يا حبيبي انت عندك البواسير هنبعت رجاله. ومرسي بيقول لسايكو لازم تودي البت دي المستشفى وتعمل لها عمليه فورا. وفي كاس مستني رجالته تجيب اي عامل من عمال الونش. وسايكو بيستدرج رجالته في حته مقطوعه. وبنته بتقول لمانو ابوي هيروح يظبط الاشرار ويعمل معاهم الجلاشه، هو قال لي كده قبل ما يمشي. وسايكو بيقول لهم اسماعيل انت وهو انا طلت اصحابكم ورميتهم في البحر زي الخلقه الناشفه، لكن في 2 ولا امهم. اول واحد بيدي له الخنجر في رقبته ويرميه عليهم. هو بيقول لهم اللي بعده انا سخن الشطه حد يجي لابو بطه، والتاني بيديها له في بطنه وبيمسك حديده ويطير 2 اللي بعده. لكن امانه الله يا صاحبي الواد شكله غلبان لكن بيعمل حركات ولا بتوع اسوان. واخر واحد بيديها له في دماغه.
وبيشحنهم على البر التاني. وجاسمين بتعرف اللي حصل، وسايكو هو ماشي بيشوف طريق مانو وبيخاف منه وبيجري، وجاسمين بتروح تبلغ في كاس. وسايكو بيفتكر لما كان شغال مع العصابة زمان وسابهم أول ما خلف بنته وحذرهم إنهم يشتغلوا في الشمال من تاني. ومايكل كان سامع الكلام وعارف إن سايكو بركان ومحدش بيقدر يوقف قصاده. وطلع مانو بيروح يحبس نفسه خايف من اللي شافه يا ولداه. وسايكو بياخد حماه بيروح لقائد العصابة مترا. هو أول ما بيشوف سايكو بيتخلع. هو بيقول له أنا مش حذرتك زمان ما تشتغلش في الشمال؟ وبيمسك في كاس عشان يضربه. هو بيقول له جاسمين ارجعي يا ولية أنا ما بقدرش نسوان. بيقول له قائد العصابة على الله حد يقرب من حماية. وبياخد بعضه وبيمشي. وفي كاس بيزعق مع القائد بتاعه بيقول له فاكر لما زعقت له كنت هتضربني؟ دلوقتي خاف من سايكو انا هقتله. وجاسمين بتمشي وراه. وسايكو بيولع في البيت قبل ما بيمشي. هو بيوصل حماه. ومن الناحيه التانيه الدكتوره رينو بتروح المستشفى الخاصه وتترجى مديرها عشان يديها الدواء للاطفال اللي تعبانه. لكن بيقول لها اسمعي يا دكتوره كوتو على كبوتو، معاكي فلوس امين ما معكيش يبقى ما تعطلنيش. وسايكو بياخد بنته ومانو جارته ويروح المستشفى وبيقابل الدكتوره رينو وبتشرح له الوضع ان هو لازم يستنى دوره عشان في حالات كتير تعبانه زي بنته، وان دوره 348 وفقا للحكومه. وبتحاول تقول له ان العلاج مش صعب لكن عايزين حقنه وطبعا ثمنها 17 كرور، وان لو في اي طريقه يقدر يتصرف فيها في الفلوس يعمل كده. يا ترى يا صاحبي لو انت مكانه هتعمل ايه؟ تايكو بيفكر كتير ومفيش حل قدامه غير ان هو يرجع يشتغل شغله القديم من تاني. وفعلا بيروح لمايكل دراع قائد العصابه الشمال وبيقول له اسمع انا عايز 17 كرور مقابل عمليه واحده بس. فبيديله شيك وبيقول له ان هو يقتل قائد العصابه مترا وفي كاس عشان يبقى هو الكبير. وسايكو بيوافق جدا على العمليه وبيروح لجارته مانو وبيديها الشيك وبيقول لها ان هي تروح المستشفى وتدي الدكتوره الفلوس عشان عمليه بنته عشان هو معاه شغل وبيروح ينفذ عمليته. وبياخد الموتوسيكل ويمشي. والدكتوره رينو ما بتكدبش خبر وبتروح عشان تجيب الحقنه. وسايكو بيوصل لواحد من افراد العصابه وهو مناس وبكون صاحب سايكو قبل ما يتوب. وبيقول له انه عايز يعرف عنوان العصابه عشان مش عارف يوصل لهم. ومناس في الفتره دي بيسيب سايكو عشان يعرف يجيب له طريقهم. لكن في رجاله بتطب على سايكو. لكن على مين؟ ده انا اللي ضاع من عمر سنين. هو بيظهر البطل العنتيل الاسوان الكبير. هو اي نعم وشه يتم وعمره ضحك لكن قدراته ولا شاروخان في عز شبابه وبخلص عليهم ويعدمهم العافيه. وقائد العصابه بيكون مستني في كاس والراجل ده عايز يوصل الحقنه للمستشفى بتاع الدكتوره رينو. وسايكو بيقول لك ركز معايا عشان الفيلم هيولع ويبقى حكايه. بيعرف مكان قائد العصابه وفي كاس وبيروح طيران عشان يخلص عليهم. لكن بيوقفوا سايكو وبيفتشوه وبتحصل دربكه في المكان وبخش عليهم اهو جالكو الاتم اللي هيشلوحكو. لكن بيتلموا عليه ولاد اللذينه. لكن على مين؟ بيثبتهم بالسلاح وبيضرب عليهم نار وعايزين يهربوا منه لكن بينشوهم واحد واحد. وبيقتل قائد العصابه مترا وبيفتح العربيه لكن المفاجاه ما بيلاقاش في كاس. وفي كاس بيكلمه بيقول له عايز تخلص عليا يا عم سايكو؟ طب انا دلوقتي هبعت رجالتي لبنتك عشان يخلصوا عليها في المستشفى. وسايكو بيقول له ده بعيد عن شنبك. والراجل ده اللي معاه الحقنه لسه ما وصلش. وسايكو بيوصل قبلهم واول واحد بيكهربه وبيمسح عرقه الله يقرفه والتاني بيديها له في ظهره وبيشوحهم كلهم في اوضه واحده في المستشفى. وبيطمن على بنته والراجل البطيء ده بيكون وصل بالحقنه. والدكتوره رينو بتاخد البنت عشان تديها الحقنه. وسايكو بيكون قاعد بره ومره واحده بتظهر جاسمين بتظهر وتسرق الحقنه وتجرب عربيتها. لكن سايكو بياخد عربيته وبيجري وراها لكن البنت ما بيهمهاش وبيزن عليها بالعربيه. لكن البنت بترش عليه حاجه في عينيه وبتاخد بعضيها وتفلت. وفي كاس بيكلمه بيقول له غفلتك هي البت وبقول له تعالى لي. وبروح له سايكو بقول له ما تقربش مني لحسن اخلي جاسمين تولع في الحقنه. بقول له مين ده؟ مش دي راس مايكل اللي اتفق معاك؟ اصل مايكل عصبي فجبت لك راسه اهو. دلوقتي انت قتلت متر قائد العصابه وانا قتلت مايكل وانا بقيت لوحدي الكبير. اديني البضاعه احسن لك يا سايكو. وسايكو بقول له انا بتلوش دراعي يلا. هو يمشي يروح المستشفى يلاقي الدكتوره رينو بتبكي عشان في حاله ماتت من الاطفال وبيتصدم وبص على بنته وهي حالتها بدات تتدهور وبيكون زعلان عليها جدا. وبتجي له فكره على باله بيروح المستشفى الخاصه اللي بتبيع الحقنه الغاليه وبيمسك مدير المستشفى وبيزنقه في الحيط. هو بيجره زي البهيمه. هو بيظهر في كاس وبيقول لهم نورتوا المستشفى بتاعتي. هو الراجل ده اللي انت جريته يبقى شغال عندي. وبص كده في التليفون جاسمين خطفت حماك وخدت كل الحقن معاها. فكر يا سايكو ادينا الاسلحه والبضاعه وخد الحقنه لبنتك انا هسيبك تفكر. وجارته مانو بتقول له ما تديله البضاعه بتاعته. بيقول انا قعدت مراتي قبل ما تموت عمري ما هرجع للحرام من تاني ومش هرجع له حاجه ابن الهرمه ده.
وبيشوف بنته كل يوم بتتعب قدامه وهو مش عارف يعمل لها حاجة، وبيبكي عليها وبياخدها هي وجارته مانو بيفسحها ويعمل لها عيد ميلاد ويلعب معاها، لكن بيكون متأثر جدا بيها. واصحاب البضاعة بيروحوا يهددوا في كاس وبيضحك عليهم وبيقول لهم لو طلعتها عليكم هتعمل لكم شاورما وهجيب لكم البضاعة ما تقلقوش. وبقول لجاسمين اكيد سايكو مش هيبقى غبي وهيسلمنا البضاعة. وبروح لحما سايكو بقول له نسيبك هيجيب البضاعة ولا ايه؟ لازم تفهمه وتقول له حاجة ان هو مش كاد يا دبدوب انت. بيضحك موريسي وبقول له انت اشتركت في قناة الاسواني ولا لسه؟ بقول له ليه؟ بقول له عشان لو اشتركت هتعرف ان الاسواني ما بيحبش ياخد على قفاه، وسايكو كده مش هيخلي حد هفا زيك يعلم عليه. فبيتضايق ويروح ضغط فيه في بطنه. وابن قائد العصابة اللي كان هربان بقول انا لازم اقتل الاثنين سايكو في كاس عشان اخد بطار ابويا. وسايكو بيعرف من صاحبه فبيكلم مانو بيقول لها خد البت بسرعة وهرب من البيت عشان رايح الحق في كاس قبل ما يموت عشان هو الوحيد اللي عارف مكان الدواء، وانت في عربية اركبيها عشان مصفحة وفي اجهزة قتالية. ورجالة ابن القائد بيضربوا عليها نار وسايكو بيجري عشان يلحق في كاس قبل ما يموتوه. والرجالة بتحاوط مانو وهي في العربية من كل مكان وبتدوس على زرار في العربية بتضرب عليهم نار. وسايكو بيقول لها ايه فاضلين كتير لسه ما ماتوش؟ وبقول لها ارمي القنابل اللي في العربية. وبيظهر مناص صاحب سايكو بينقذ مانو وغياتري، وسايكو بيضرب نار في السماء عشان يصحي في كاس وبقول له خلصت خلاص تعال عشان اديك السلاح والبضاعة. وفي كاس بقول لجاسمين روحي معاه وانا هروح على المينا وراكم. ورجالة في كاس بيقولوا دول اتاخروا. وسايكو بياخد جاسمين معاه في العربية ويقعد يخبط في العربية لحد ما يغمي عليها. وبيوصل لمكان حماه ومكان الدواء عن طريق العربية بتاعتهم فيها جهاز تعقب. وسايكو بيطلع مسدس وبيستعد للاكشن. والرجاله اللي في المكان كانوا عايزين يهربوا بالدواء وبيحطوه في الطياره، بس على مين؟ سايكو بياخد العربيه وبيجري وراهم ويصد العربيه قدام الطياره وبياخد الدواء. وصاحبه مناص بيوصل المستشفى عشان يقف جنب صاحبه، والاطفال مستنيين واهلهم الدواء وكذلك بنته. وبيوصل سايكو بالعلاج وجاسمين بتبلغ في كاس انه هو ضحك عليهم واداهم الخازوق. وفي كاس هو في المينا بضاعته بتولع، بيكون سايكو حاطط فيها قنابل فبتولع قدام عينيه. وبيجهزوا الاطفال بسرعه للعلاج. وفي كاس بيجري على المستشفى وسايكو هو وصاحبه مانو بيقعدوا برا المستشفى عارفينه هيطب عليهم. وسايكو بيقول له جيت لاخرتك يا فيكاس، وبيضربوا على بعض نار. والدكتوره رينو بتحاول بسرعه تضرب الحقن للاطفال. وفي كاس بيقول لجاسمين هاتوهولي عايز افش غل فيه. وبيحاولوا يخشوا المستشفى لكن سايكو بينزل تخبيط فيهم، واولاد الهرمه معاهم سلاح كتير. ومانو بينزل تخبيط فيهم لكن بيحاولوا يخشوا المستشفى من فوق. وبيجرحوا بنتي لكن سايكو بيلحقها. وبيدخلوا المستشفى لكن سايكو وصاحبه ما بيستسلموش وبينزلوا فيهم ضرب. وسايكو بيمسك واحد ويبكسه لكن بيضربوا اربجيه على المستشفى لكن بيخلطوا ويضربوه في مكان تاني. وفي كاس بيقول له واحد من رجالته مش عيب عليك زي الجحش كده ونشانك يخيب يلا. وجاسمين كانت عايزه تقتل مناص لكن بيلف واحد من رجالتهم والواد بياخدها يلا بالشفا. وفي كاس بيقول له واحد من رجالته اضرب سايكو يلا لكن سايكو بيشوي عليهم الطفايه. وفي كاس بيقع على الارض وبكون دايخ والدنيا بتلف بيه. ومناص والناس اللي في المستشفى بيشوفوا غياتري بنت سايكو وهي بتموت عشان ما لحقتش تاخد الحقنه. وسايكو بيشوفها وهي بتموت وبيزعل عليها جدا لكن بيحمي بقى الاطفال عشان ما يموتوش. وبينزل فيهم تخبيط وهو محروق وهران على بنته وبين عليه الزعل جدا. وجارته مانو بتحضن البت غياتري وتقعد تبكي عليها وهو بياخدها في حضنه وهو بيضرب فيهم بيفتكر بنته والذكريات بتاعتهم. ويشوف بنته وهي خلاص بتموت. هو بيطلع من المستشفى بيشوف في كاس في وشه وهو ماسك اربجيه. تخيل يا صاحبي هيعمل فيه ايه؟ هو بيروح يولع في بنته لما تموت عشان دي تقصهم. وبيروح المحكمة يعترف بكل جرايمه. هو بيعترف ان هو علق في كاس من رجليه ورفعه بالونش بتاعه ورمى في النار والله ود ابوك يا ابني. وجاسمين اول ما بتعرف كده بتكون عايزه تقتله لكن الحكومه بتمسكها وبيخش السجن ويقابل مين يا ترى؟ مين؟ طليق مانو اللي هو اصلا دخل السجن عشان خايف من سايكو. هو بيقول له يا اخي انت ورايا ورايا. هو بيعلنوا في التلفزيون ان البضاعه والسلاح اختفوا من البلد تماما وانقذوا ملايين الشباب اللي كانوا هيبقوا ضحيه. وبيخرج سايكو من السجن وصاحبه مناص بيكون في انتظاره وجاسمين بيكون مستنياه عشان تقتله لكن مناص بيكون حاطط لها قنبله في العربيه. وبيمشي سايكو لكن هل جاسمين هتسيبه في حاله بس ده لو عاشت؟ الله اعلم يا صديقي. وبينتهي فيلمنا. يا ريت لو عجبك الفيلم تشترك في القناة عشان يبقى حافز لينا نكمل.